اول مره نزلت كان وقتها صاحبي نازل مع صاحبته، قال لي ده هتجيب صاحبتها فتعالى. قلت له يا اخي اتق الله، الدنيا فانيه. هي صاحبتها دي حلوه بقى ولا ايه؟ قال لي عيب عليك مضمونه. نزلنا مطعم بقى، والمطعم كان شكله غالي ونضيف، ووقتها انا استغربت برضو ان دي مش عوايد صاحبي، لان صاحبي ده كان بيقعد على الارض عشان ما يدفعش تمن كرسي القهوة. فالمهم الويتر جه، فصاحبي طلب قهوة سادة، غالبا كان فاكرها بتاعت الطبقة الأرستقراطية، وكان فاكرها روشانة باين ويبان إن هو غني. المهم انا جيت اطلب شاي، لقيت الويتر بيقول لي اسف يا فندم ما عندناش شاي. قلت له طب عندكم ايس تي؟ قال لي ايوه يا فندم موجود. عرفت ان جوجل ترانسليت دي فيها 200 جنيه زيادة. المهم نيجي للمصيبة، تتوقعوا البنت طلبت مانجا، طلبت ايس لاتيه مثلا، طلبت اسم من طوله انا افتكرته طلاسم، وقالت ايت الكرسي. انا بعد ما البت خلصت الاسم بص على صاحبي لقيته بيعد الناس اللي قاعدة في المحل عشان يشوف هيغسل كام طبق. وقتها عرفت ان النية ان اليوم مش هيعدي على خير. والمشكلة ان البت اللي هو كان جايبها لي يعني مكانتش حلوة اصلا، يعني لا دنيا ولا اخرة. وقتها انا فكرت جديا في استخدام استراتيجية الحساب يوم الحساب، لان فاهم يعني مش هدفع انا في شاي اكتر من 200 جنيه، يعني ليه؟ ببص على صاحبي لقيته عمال يحب في صاحبته. قلت انا عندي حل دلوقتي، يا اما هسيبه وانا اجري انا اخدها سبرنت، يا اما اخده معايا، واخلاق الصحاب بتقول ان انا لازم اخده معايا. فرحت قرصته كده في رجله، قلت له ايه يا اسطى؟ ففهم هو على طول، فهم ان هو كده هو كمان معهوش فلوس ولا انا معايا فلوس، وان كده ايه هنغسل الطباق ومش منظر برضه. فرحت رنن عليه على موبايله، فقال ثانية يا شباب عندي مكالمة مهمة، وراح طلع واقف بره. راح هو رن عليا، قلت لهم ثانية يا بنات انا عندي مكالمة مهمة. رحت طلعت انا، اول ما طلعنا من الباب فتحنا سبرنت ولا محمد صلاح في عز شبابه. وخلاص بقى فاهم يعني البنت اتكلت على الله.